أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من كورس الجرافيك ديزاين وتصميمات السوشيال ميديا على كانفا. في الفيديو ده هنستخدم أدوات كانفا المجانية عشان نعمل التصميم ده بخطوات بسيطة جدا. التفاعل الفترة اللي فاتت كان ضعيف جدا، مع إن الكورس مش هتلاقي زيه على اليوتيوب ولا حتى مدفوع. على العموم تفاعلكم هو اللي هيخلينا نكمل في الكورس، فلو حابين ننزل فيديوهات أكتر في الكورس وأفكار كتير ما تبخلش إنك تعمل لايك وشير. ويلا بينا نبدأ. هنفتح موقع كانفا أو تطبيق كانفا، هنضغط على ابتكار تصميم وهنختار المقاس المربع اللي هو 1 في 1. أول خطوة هنعملها هنضيف الملحقات اللي احنا هنستخدمها، وطبعا الملحقات بتاعتي مش هستخدمها من كانفا، هجيبها من مواقع خارجية. ولو عاوزين تعرفوا ازاي بجيب الملحقات من مواقع خارجية هسيب لك بلاي ليست كاملة في الوصف. البلاي ليست هتلاقي فيها كذا فيديو بيوضح لك ازاي تجيب الملحقات من مواقع خارجية وايه هي المواقع اللي ممكن تبحث فيها، وكمان اسماء الملحقات المختلفة. رابط البلاي ليست هتلاقيه في الوصف. عشان نضيف الملحقات هنروح على التحميلات وبعدين هنضغط على تحميل الملفات ونختار الملحقات بتاعتي بالشكل ده. وطبعا الملحقات اللي هنستخدمها هتلاقيها في الوصف برضه عشان تقدر تطبق على الفيديو. اول حاجه محتاج اكون الخلفيه بتاعتي. انا عاوز اعمل اعلان لبرجر، بس الاعلان ده هيكون لفرع في السعوديه، فانا عاوز جو التصميم يكون واخد الجو السعودي، فاختار التصميم يكون في جو صحراوي عشان اغلب اراضي السعوديه اراضي صحراويه. فمحتاج الاول اكون الخلفيه بتاعتي. اول حاجه هضيف السماء بالشكل ده، بعد كده هضيف جزء من ارض صحراويه بالشكل ده، وبكده صورة السماء وصورة الصحراء كأنهم كصورة واحدة، وده اللي أنا عاوزه. بعد ما عملنا الخلفية هبدأ أضيف صورة المنتج بتاعي اللي هو البرجر بالشكل ده. طبعا العنصر الرئيسي بتاعي بيكون أكبر عنصر في التصميم، فهكبر البرجر بالشكل ده. وعشان البرجر يكون واقعي في التصميم لازم أعمل له إضاءة ولازم أعمل له شادو، فمحتاجين نعمل له شادو. فهروح على العناصر واكتب في السيرش ظل دائري، وطبعا زي ما قلنا هنختار العناصر المجانية، فهختار الظل ده. وبعدين هضغط على الوضع وانزل الطبقة بتاعة الظل خلف العنصر بالشكل ده. هعمل له كوبي كمان مرة عشان عاوز يكون أغمق من كده، فهعمل له كوبي من هنا، وبرضه من الوضع هرجع الطبقة بتاعته خلف العنصر بالشكل ده. زي ما انت شايف البرجر بقى واقعي أكتر واداني بعد في التصميم لما ضفت الظلال. هعمل كوبي لطبقة البرجر من هنا واصغره شوية واستخدمه بالشكل ده. هضغط على الوضع وارجع العنصر ده لورا بالشكل ده. طبعا كل العنصر ما يبعد كل ما يصغر، عشان كده انا صغرت طبقة البرجر التانية. برضه محتاجين نعمل له شادو، فهنسخ طبقة الشادو اللي هنا بالشكل ده واستخدمها تاني مع الطبقة اللي ورا. من الوضع برضه هرجع طبقة الشادو خلف العنصر. بعد كده انا محتاج اعمل بلور لطبقة البرجر اللي ورا بحيث تعمل لي فوكس على الطبقة اللي قدام او العنصر اللي قدام. فهحدد طبقة البرجر بالشكل ده واضغط على تعديل الصورة واروح على تشويش وبعدين الصورة باكملها وازود الكثافة بالشكل ده. طبعا من اشهر النباتات اللي بتطلع في الصحراء اللي هي الصبار، فهستخدم نبات الصبار واضيف له التصميم بالشكل ده. بعد كده هعمل له كوبي من هنا واكبر الطبقه ديت واخليها هنا بالشكل ده. زي ما قلنا كل ما تقرب من الصوره كل العنصر ما يكبر، كل ما بنبعد كل العنصر ما يصغر. هعمل كمان نسخه من طبقه الصبار وارجعها ورا بالشكل ده. بعد كده هحدد الطبقه اللي قدام واضغط على تعديل الصوره واروح على تمويه عشان اعمل لها بلور وازود الكثافه، وهكذا في الطبقه البعيده. السما عندي في التصميم محتاج اضيف لها بعض السحب، فهضيف شكل السحابه بالشكل ده وهعمل لها كوبي برضه واستخدمها هنا. بعد كده هروح على التحميلات واضيف صورة الطيور بالشكل ده عشان نعمل بعد للتصميم واخليها هنا. وزي ما قلت لك ان التصميم ده الفرع في السعودية، فمحتاجين نضيف برضو علم السعودية، فهضيف علم السعودية بالشكل ده. وبعدين هضغط على الوضع وارجعه لورا. وبكده كونا التصميم بتاعنا. فاضل بس مرحلة الكتابة او الجملة الدعائية، فهروح على تكست واضيف تكست بالشكل ده.
واكتب السعودية، وبعدين من التأثيرات هعمل له بوردر خارجي بالشكل ده، واختار اللون الأخضر، واختار اللون الأخضر اللي هو لون علم السعودية، فهضغط على القلم ده واختار اللون من هنا. بعد كده هغير لون الكلمة للون الأبيض، فهضغط هنا واغيرها للون الأبيض بالشكل ده. بعد كده هعمل كوبي للكلمة ديت واكتب وصل، وهيديني نفس التأثير. بس يا سيدي، وبكده التصميم جاهز عندي بخطوات بسيطة، وصلنا لنتيجة عظيمة زي ما انت شايف. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبس كده، في أمان الله.